غداك المصري فيه كام جرام بروتين؟ الرقم هيصدمك على فكرة. طبق الكشري الكبير اللي بتاكله كوجبة رئيسية ما فيهوش بروتين قد ربع صدر فرخة. احنا بنحب الأكل اللي يشبعنا، رز، عيش، مكرونة، كشري، فناكل ندبها الغدوة المتينة ونروح بطنك مليانة وتحس انك واكل غدا محترم. بس ساعتين تلاتة تحس انك جعان، تعبان، عضلاتك ما بتكبرش. طب ليه؟ عشان أكلت كالوريز كتير ببروتين قليل. طب ما تيجي نحسبها مع بعض. صدر الفرخة في حوالي 200 جرام فيه سكة 60 جرام بروتين، ده الريفرنس بتاعنا. طبق الكشري كبير الوجبة فيه 12-15 جرام بروتين، يعني ما كملش ربع صدر فرخ. طبق الرز الأبيض 4 جرام بروتين. رغيف العيش البلدي 5-6 جرام بروتين. يعني غداك اللي شكله كبير ومهول ما كملش 15-20 جرام بروتين على بعض. طب احنا اصلا محتاجين قد ايه بروتين؟ الجسم العادي محتاج حوالي 8 من 10 جرام بروتين لكل كيلو من وزنه، ولو بتخس او بتتمرن محتاج اكتر، حوالي من 1.2 ل1.6 جرام بروتين لكل كيلو من وزنك. يعني لو انت 90 كيلو بنتكلم اقل حاجة محتاج 70 جرام بروتين. شوف ده مقارنة بأكلنا المصري، يعني انت بعيد خالص يا اسطى. والبروتين مش بس للعضلات، البروتين بيزود إحساسك بالشبع ويقلل إنك تجوع بعد كده. والحلو في الموضوع الحل مصري ورخيص. كوباية فول 14 جرام بروتين، بيضة ب4 جنيه 6 جرام بروتين، شوية جبنة قريش 15-20 جرام بروتين. أنا عن نفسي لما جيت أبدأ اتصدمت إن الأكل اللي باكله كل يوم ما بيدينيش احتياجي اليومي من البروتين. وبس لما زودت فول وبيض وفراخ وجبنة قريش وشوية حاجات كده مفيش فيها مشكلة، لقيت نفسي إن أنا بشبع أكتر وباكل أقل. ما تبطلش تاكل كشري، بس ابني طبقك حوالين البروتين مش حوالين النشويات. ما تملاش بطنك وتسيب عضلاتك لسه جعانة. احسب بقى غداك النهاردة كام جرام بروتين. أنا متأكد إن في ناس هتتصدم. وابعت الفيديو ده لأي حد عايش على الرز والمكرونة وشايف إن هو كده بياكل تمام. ولو عايز نكمل سلسلة الأكل المصري ما تنساش تعمل سبسكرايب. هنا في أي حتة اعمل سبسكرايب. يلا سلام.